أستاذ جواد، يعني البعض يتساءل لماذا لا ينسحب المعترضون عن الحكومة ويكونوا في صف المعارضة مثل ما أشار أستاذ نبيل؟ أستاذ عماد، احنا الآن في مسيرة تكامل في حقيقة الأمر، يعني بعد ما بدأت العملية السياسية في مخاضها العسير في تعدد الأحزاب وكثير من الأحزاب الفتية التي ظهرت على الساحة وتلاشت ضمن ائتلافات ضخمة، عبرنا إلى مرحلة انتخابية نوعا ما صحية، في أن ظهرت تكتلات جيدة وظهرت قوائم يعني معتبرة وطنية وظهرت تقارب أفكار جيد، فقدمت لنا نموذجا جديدا وقاسم انتخابيا يدعو لكيان فائز أن يذهب بتشكيل الحكومة. ولكن الذي ظهر، يعني المصطلح الجديد الذي ظهر الدخيل على هذه العملية السياسية هي الديمقراطية التوافقية، مثل ما أشاروا الأخوان هناك قاسم مشترك على أنه ضرورة البيئة العراقية لا تزال، والفكر السياسي العراقي وبنية الشخصية وبنية السياسي العراقي لا يزال يعني في طور التهيؤ لأن يكون معارض بناء. لا تزال الرغبة في المشاركة الفعلية في الحكومة، لا تزال الرغبة في المشاركة الحقيقية بالمصالح والامتيازات على مستوى الفرد وعلى مستوى الكيان وعلى مستوى الحزب. ولكن بتقادم الزمن أعتقد بالمرحلة القادمة، يعني من الدورة الانتخابية القادمة، ربما يتبلور هذا الفكر أن يذهب الفائز ويكلف بهذه المسؤولية، مسؤولية تشكيل الحكومة، ويذهب الخاسر ليبارك هذا الفائز ويراقب مراقبة. أستاذ جواد، نتحدث عن هذه المرحلة ونقول أنتم الآن معترضين على أداء الحكومة، معترضين على عدم تقديم خدمات بشكل كامل، معترضين على العديد من الامتيازات التي يحظى بها المسؤول، ومعترضين على العديد من القضايا، وأنتم الآن في صف الشعب. طيب إذا أنتم الآن في صف الشعب، لماذا تصرون على بقائكم ضمن نسيج الحكومة ولديكم وزراء؟ لماذا لا تكونون معترضين في البرلمان؟ ومثل ما أشار الأستاذ بأنه ممكن أن نعم، يعني هذا الموضوع في طبيعة الحال أنه نحمل أمانة. أحد أهم الأمانات التي يحملها التيار الصدري هو العراق وشعب العراق. وبطبيعة الحال يعني كانت هناك تجربة سابقة مريرة، دخل العراق في الانتخابات لا رغبة ولا ترف، ولكن أيضا دخل يعني كمشارك ضمن احتراما لنسيج الشعب العراقي واحتراما للظاهرة الجديدة التي تعاطت مع القوى السياسية المشاركة في مكونات هذا الشعب، ودخل في حكومة. وفي بعد ما لاحظ أنه زعيم التيار الصدري، بعد ما لاحظ أنه لا مبرر للوجود في حكومة لا تقدم الخدمة، ولا مبرر للوجود في حكومة ليس لها انتماء وطنيا صادقا تتعاطى تعاطي إيجابي مع المشتركات التي ينطلق من التيار كالمحتل والاتفاقية الأمنية، قرر سماحة السيد سحب هؤلاء الوزراء. طيب يعني هل ممكن أن تكون خطوة مشابهة بهذه المرحلة؟ اسمح لي أذهب إلى فاصل وأعاود. هل ممكن أن تقررون بخطوة مثل هذه الخطوة التي عملتوها بالسابق؟ أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود من